الست معاك دانيس بيصعد واكل يصعد لما يجي ساعة بعد سمع ساعة وش يا جماعة ما نسمع يصعد لما يجي ساعة بعد سمع ساعة طيب يا جماعة. ما بين زحمة المسلسلات الكبيرة وانت طبعا مش عارف تتفرج على ايه، وانا نصيحتي ليك ما تتفرجش على حاجة اصلا، لان مفيش حاجة تستاهل اساسا ان انت تضيع منك الشهر الكريم عشان خاطر مسلسل كده كده هو بيتسجل، فخليك ذكي يعني. ولكن وانا بقلب على التيك توك لقيت اعلان لمسلسل يعني هو حاجة في قمة الزنا. انا هضرب 10 خص عليك يا نكسة يا عمرو ديابك كلنا عندنا وانت ما عندك. فلما اتفرجت على البرومو قلت ايه ده؟ ازاي يعملوا حاجه زي دي؟ لا بقى، ده انا لازم استنى العظمه دي واتفرج عليها. يعني اقسم بالله انا واثق ان لو شادي اوسكار اتفرج معايا على المسلسل ده هيموت فيها، هينتحر، هينط من البلكونه. فقبل ما الفيديو يبدا هات لك حاجه كده تنقنق فيها وانت بتتفرج، تنزل تعمل لايك وتخلي عندك دم، يعني لايك، دوس على اللايك، تشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، ولو برضو بتحب الجيمنج فعندنا قناه جيمنج روح اشترك فيها، تعمل لي فولو على الانستجرام وقناه الواتساب. فيعني انت مش بتابع انت وبس كده. يلا بينا نبدأ الزنا البصري ده. انا تايه ما بين ايام شايل هموم تدي بال. يعني شايفين طبعا كمية الكرياتيف اللي في اول 13 ثانية. يعني التتر ده طبعا مش مسروق خالص اطلاقا، مش مسروق. يعني انا واثق ان الكاتب كده كان قاعد في الحمام بيصطبح مثلا فسمع توك توك معدي بيقول مثلا ايه، شايف نفسك وصلت لايه وحيد والدنيا ضحكة عليك، قام سمعها كده قال لك بس هي دي الاغنية الجديدة اللي هعمل بيها تتر المسلسل. هي دي حاجة مش مسروقة خالص. يعني السبكي يستحي ان هو يسرق حاجة زي كده بالوضوح ده. يعني انا مش فاهم في ايه ده كل ده، احنا لسه في اول 13 ثانية. يعني اول مشهد في المسلسل تيتو عامل بوز غريب جدا بوشه. يعني هو صاحي من النوم عامل كده مجعبد وشه وهو نايم، المنبه رن وهو بياخد صوره سيلفي في الحلم، كان عامل بوز البطه بس المنبه فاهم قطع الصوره ملحقش ياخدها. ايه يا بيبي فينك وحشتني. كتبت ايه؟ هنا طبعا هو مستغرب ان في حد اساسا من الجنس الاخر معجب بيه. يعني هو قاعد يتخيل في دماغه كده ان اللي بيتكلمه دي مثلا ممكن تكون عاميه او بتكلم حد تاني. سلمى ايه تيتو يلا عشان حضرت الفطار. وهنا طبعا تيتو حاله زي حال اي شاب مصري مدمن، بيصحى على الفطار طبعا بينسى ان في حاجه اسمها ظهر وعصر لازم يتصلوا عشان ثوابهم ما يروحش، فهو ناسي الكلام ده طبعا. وتقريبا كده من لسانه كان بيستبح في الحلم، يعني ده اللي انا شايفه. وبعدين اللي انت عاملاه دوت واحنا مش صايمين ولا ايه؟ صايمين ايه؟ انت نايم في العسل، ده لسه بكره اول يوم رمضان اصلا. يعني انا توقعاتي كانت صح، يا نايم هو مستبح يا كان بيستبح في الحلم، يعني حاجه من الاتنين، لان مش فاهم، هو مش فاهم اصلا هو فين. جيت نمت تعبان، حسيت ان انا نايم 7 سنين كويس، نايم جعان اصلا. وبعدين ما تندهي اخوك ناصر يجي ياكل معانا لقمه. معلش يا اخويا لكل مجتهد له نصيب. حد يفتكر كده بنك كان بيجي اعلانه زمان كان اسمه يجي بنك، اللي هو بتاع انت محدش عامل لك حساب احنا عملنا لك بنك. تقريبا تيتو البطل بتاعنا هنا من كبار عملاء هذا البنك. يعني عمال يكلم اخته يقول لها فين اخويا وهي عماله تفخد كلامه وتنط على موضوع تاني. يعني محدش عامل له حساب في البيت. انا سالتك مره واتنين يا سلمى على ناصر اخوك وانت ما جاوبتيش عليا كده، فمن ناصر اخوك نزل برضو من ورايا وما قاليش. يا ابني نزل من وراك ازاي؟ يا ابني نزل من وراك ازاي؟ ما انت كنت نايم قتيل اساسا وعامل دماغ وعمال تتصور في الحلم وعامل لي بوز البطه. يعني نزل من وراك ازاي؟ فتح الباب ونزل ورزعه وانت نايم زي القتيل. يعني ما نعقل الكلام بقى. ايه السيناريست هنا بيكتب برجله؟ عقلن عشان خاطر الكلام الصح اللي بقوله ما بيتمشيش عليه، شايف عواجات. يعني ايه يا اخويا الصغير ينزل من غير علم اخوك كبير ويعمل مشاكل في الشارع وما يحطنيش معاه، يجي لي كلام من بره بقول لك يا سلمى انا رايح الملعب ولما اجي صوت جاي من هنا. المشهد
المشهد ده فيه كميه اخطاء اكتر من اخطاء الحكم في ماتش السنغال والمغرب الاخير. تعالوا كده نعد. اول حاجه هو كان نازل من فوق. هو نازل منين؟ هو مش المفروض كان تحت وطالع راجع بيتهم؟ يعني هو المفروض كده ان هو يطلع مش ينزل. دي رقم واحد. رقم اتنين اساسا التاني بيتكلم بصوت واطي او بصوت عادي. يعني التاني واقف بره على حدود ليبيا وسامع صوته بكله، سامع صوته اكبر من ما هو واقف جنبه اساسا. يعني حاجه غريبه جدا. وبعدين هو لما كان سامعه مشي كده وبعد كده فضل يلف حوالين نفسه مش عارف يروح فين، مع ان المفروض الطريق متحدد يعني. وبعد كده قام فكر وافتكر ان هو المفروض ينزل. يعني انا مش فاهم انا مين اداكوا كاميرات انتوا عشان تعملوا القرف ده؟ ازاي بقى؟ انا عايزك تقنعني ازاي؟ انت مش المفروض تصنط عليه وسمعت ان هو بيزعق في الموضوع بتاعك وانت جاي على السن وجري. ازاي بقى هو نزل قبله؟ يعني بقى انا عايز افهم انت ايه يا اسطى بالع سونيك؟ طيب عشان يعني انا مش فاهم في ايه. ازاي ده نزل قبله؟ يا بنتي انا جبت المايكات، عايزين نفوق لحالنا بقى عشان نمسك الترند. صادق من غير ما تحلف وتعلي صوتك انت صادق. عشان بس يا جدعان تكونوا فاهمين ومجمعين معايا. ادي المثل والمثال في نفس الصوره. يعني هو جاب المايكات تقريبا بس بلعها، يعني ركبها في زوره. اللي واقف في اخر الشارع كان سامع المشهد ده وهو بيتصور. هو انت بتطلع على السوشيال ميديا؟ اه حبيب قلبي، فانز من الفانزات يا بنت. والله العظيم يا فنان انا بعشقك وبموت فيك. يعني انتوا هل الكذب عندكم في العالم السينمائي عادي؟ وبعدين كمان في حاجه اضافيه، انا نفسي تقتنعوا ان السوشيال ميديا دي مش سلم حد بيطلع عليه. لا ده انت عادي اي حد ممكن يعمل فيديو على السوشيال ميديا. وبعدين يا تخط علينا بس كده خد ثانيه. هل ده منظر فنان؟ ده شكل فنان؟ ده صوت فنان؟ ده لبس فنان؟ هو ايه العالم الغريب اللي انا شايفه ده؟ انا طالب صغير قد كده. اطلب يا حبيب قلبي. حضنه في حضن صغير عشان اروح اقول لاخواتي والناس اللي عندنا في المنطقه ان انا حضنت بس كده اخويا يعني. الجدع. اخويا والله انت ابن حلال مش صف. المشهد ده فيه كمية رسائل رهيبة. يعني أول حاجة ما تحضنش حد عشان ممكن تبقى ريحته من ويحصل زي اللي حصل ده. وتاني حاجة برضو ما تحضنش حد عشان ممكن يسرقك. فشوف انت هتاخد أنهي رسالة منهم واعمل بيها. يعني شفت يا بت، عايزين نرجع تاني نكسر الدنيا. شفت الناس بتحبنا ازاي؟ يعني انا ملاحظ برضو ان البنت اللي معاه خرصه. يعني هو عمال يتكلم وهي مش بترد. لحد امتى هفضل امثل اني بكلم نسوان وانا ما عنديش خط اساسا؟ ابوك وامك عاملين يا رجوله، واخوك واختك ايه الدنيا؟ طمني يا ابن الحلال. والله يا اخوانا واخواتي كويسين، والحاج والحاجه تعيش انت يا عبد الله. ليه يا تيتو؟ ابوك وامك ماتوا؟ انا لله وانا اليه راجعون. ربنا يا رب يرحمهم يا اخويا ويحسن مسواهم الجنه. هو ده شكل كلمة أنا حافظ مش فاهم. لا بس أنا مش ممكن. أنا نفسي أعرف تيتو جاب الواد ده إزاي. ده غول تمثيل بالمعنى الحرفي. يعني إحنا عندنا في التلفزيون بيجي محمد رمضان، هنا على السوشيال ميديا بتاعتهم معانا الأستاذ محمد تعبان. أنا مش عارف عمل المشهد ده إزاي. وبعدين ثانية واحدة كده، أنت إيه اللي أنت قلته ده من شوية؟ ربنا يا رب يرحمهم يا اخويا ويحسن مسواهم الجنه. إيه يحسن مسواهم الجنة دي بقى؟ ها؟ يعني إيه؟ مش قلنا يا جدعان نفكر في الكلام قبل ما يخرج من البق؟ مش المفروض نعديه على العقل الأول؟ أنت كده قلت كلام غلط. يعني ما ينفعش ان انا اهزر فيه. يعني انا بنوه عن الموضوع بس. نتسحر مع بعض اول يوم رمضان. ها طبعا يا اخويا. يلا عايز وانت طيب. عايز حاجه اخويا ما تشيلش هم ناصر في اي حاجه يا اخويا. انا معاك برضك مش هسيبك. وناصر اخونا الصغير ولازم نخليه يرجع من اللي هو فيه. سريعا كده بس عشان هم قعدوا كتير قوي يلغي، فانا هختصر لكم اللي حصل. يعني هنا اللي لابس ابيض ده بيشتكي الغول التمثيل ان اخوه مغلبه بقى وما بيسمعش الكلام وماشي في سكه شمال والكلام ده. يعني المفروض ان هم اتفقوا ان هم هيوقفوه عند حد يعني وهيرجعوه لعقله. اللي هو ايه اساسا اخوه اللي بيعمله ما حدش يعرف. يعني اخوه لسه سارق من شويه بس هو مفروض ما يعرفش. فهنكمل ماشي نشوف. حياتي بقت اجمل بكتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. يعني ده تقريبا اعبث مشهد انا شفته لحد ما من اول ما فتحت الفيلم لحد دلوقتي. يعني انت دلوقتي بتقلع الشبشب عشان تنزل من على التبه؟ يعني هل انت داخل بيتكم؟ طب داخل مسجد طيب؟ ولا انت بتصلي على التبه فمش عايز المكان الشبشب يبقى فيها؟ ما انا مش فاهم. يا رب يا ساتر. ايه انت هتصلي ولا ايه ولا داخل المسجد؟ لا ده انا نازل من على التبه بس، فما ينفعش انجس المكان ده عشان ده طبعا مكان مقدس بالنسبه لي. كنت بضرب فيه زمان. ايه يا عم توتو التاخير ده كله يا عم؟ كابتن عمال يزعق جوه. ما يزعق يا عم، اعمل له ايه؟ المواصلات زحمه، وبعدين انا شايف وجوه جديده واحنا اللي قاعد مين؟ ناس من الطلبيه يا عم.
بس خد بالك في من واحد غلاوه قوي. اللي انا استنتجته لحد دلوقتي ان تيتو هنا مش عارف يطلع لنا ملامح الشخصيه، يعني مش عارف يقول لنا هو مين وايه اهدافه وايه خط سيره في القصه، لان خلاص القصه قربت تخلص اهي، او الحلقه الاولى قربت تخلص وهو مش قادر يفهمنا، ودي سقطه في الكتابه يعني، حرفيا كان بيكتب برجله. او ممكن برضه لان هو في الحقيقه صايع وعايز يطلع بدور لاعب كوره، فالموضوع متمكس، يعني مفيش لاعب كوره مثلا بيتكلم بعوجة بقه والكلام ده، فانا لسه مش فاهم، مش عارف اجمع. عم شباب مصر لحم اكتفي من خيري. انت طبعا عارف العيال بتاعت السوشيال ميديا اللي هم بيصوروا دول. عارف انت العيال بتاعت السوشيال ميديا اللي هم بيصوروا دول، اللي هم زي كده مثلا عيل كده ملوش لازمه كده، جايب حته موبايل وحته مايك وحته كاميرا وحته كمبيوتر وعمال يتكلم عن الناس كده، يعني انا مش فاهم. او مثلا العيال اللي هي ملهاش لازمه دي اللي بتطلع ترقص دي، عارف انت العيال دي. انا نفسي اعرف بجد ليه اللي بيعملوا الافلام من النوع دي بيبقى عندهم خلل في مراكز الاحساس، يعني ليه بيقولوا كل شخصيه باسمها؟ يعني مثلا ايه ابن الباشا، بنت المأمور، مشهور السوشيال، يعني بجد ليه؟ ما كل واحد من دول بيبقى ليه اسمه في الحياه الواقعيه، ما انا لازم افهم. ايه اللي انت بقى جايبه لي ده يا حبيب قلبي؟ ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه لي ده يا حبيب قلبي؟ ايه ده بقى؟ ها؟ ايه اللي انت جايبه لي ده يا حبيب قلبي؟ ايه ده علبه كبريت دي ولا ايه يا حبيب قلبي؟ ايه ده؟ ايه ده علبه خاتم دي؟ ده ايه ده فيها ايه ده؟ ايه اللي جوه ده خاتم؟ ايه ده؟ مش عارف ايه ده، انا لسه مولود دلوقتي. تجيب لي مايكات اعمل بيها ايه؟ اغني وارد على نفسي؟ فين التيك توك اللي انا قلت لك هاته؟ فين؟ ها؟ فين التيك توك اللي انا قلت لك هاته؟ فين؟ مش قلنا عايزين نتشير بقى ونطلع اكسبلور؟ فين بقى التيك توك؟ فين؟ مش موجود ليه في جوجل بلاي بتاعي؟ يا لهوي انا هتجنن. فين يا حبيب اخوك؟ عايزين نطلع بقى اكسبلور بقى، يعني شوف العيال بتاعت السوشيال ميديا دي بيعملوا فلوس قد ايه. فين بقى التيك توك اللي انا قلت لك هاته؟ هو مين الواد ده يا رامز؟ هو ده الواد الغلاوي اللي قلت لك عليه يا عم، تحطوش في دماغك وركز يا عم. هو من الواضح كده ان هو مش غلاوي، هو عنده مشكله في دماغه، ممكن يكون عبيط مثلا، معاه شهاده معامله اطفال، لان مفيش سبب للي هو عمله يعني، الا لو كان ده كتف قانوني بعد تسجيل الهدف، ومفيش حاجه اسمها كده في الكوره. لو هنتكلم بجد شويه فتقريبا السيناريست حاجه من اتنين، يعني مش مالهمش تالت، يا اما كان مستبح وهو بيكتب، يا اما كان بيكتب برجله، لان مفيش حاجه تطلع القرف ده غير الحاجتين اللي انا قلت عليهم دول. او ممكن اساسا يكون ما بيعرفش يكتب، ودي بقى كارثه، بيسجل السكريبت فويسات. شوف سبحان الله، انت بتاكل وانا باكل، القلوب عند بعضيها يا عم. ده بقى حرفيا اللي اسمه حشو، ده شكل كلمه مط للمشاهد، يعني الكلام ده زرط، يعني إيه انت بتاكل وانا باكل فالقلوب عند بعضيها، عامل زي الابراج بالظبط كده، اللي هو ايه ده انت طويل وانت طويل برضو، ايه ده انتوا مواليد شهر 8، يا لهوي ده انتوا برج الاسد بقى، ده انتوا تتجوزوا، يا ده حاجه في ايه اللي انا بقوله ده. يعني هما تقريبا كده من اللي انا شايفه ان هما من اول الماتش بيلعبوا الجون سلطه، حرفيا اي حد بيشوط اي كوره بتيجي جون. يعني هل دلوقتي الجون مخفي محدش شايفه، عامل وضع الطيران مثلا مش موجود، عامل تسجيل خروج من الملعب؟ ما انا لازم افهم. يعني زي ما قلت من مشهدين فاتوا، في مشكله في كتابه الواد ده، يا اما اللي كاتبه عبيط او هو عايز يطلعه عبيط، يعني مفيش تصرف منطقي للي بيحصل ده جاب جون يعني هل دي الاحتفاليه؟ هل دي احتفاليه الخلط عندكم؟ ما انت لا بجد انا محتاج حد يفهمني يعني ايه واحد يجيب جون يقوم واحد من الفرقه الثانيه اروح مديله بالكتف. ايه اللي جرى للناس؟ ايه اللي جرى للناس؟ على النعمه الناس اتجننت. يعني انا بقالي مثلا نقول مثلا قيمه 20 سنه بتفرج على مسلسلات، اقسم بالله العظيم دي اسوأ قفله اتقفلت شفتها في حياتي. يا ابني ما ينفعش تقفل كده، لازم تقفل على مشهد حماسي يحمسني ان انا اتفرج على الجزء الجاي. يعني ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انا كده انا نفسي انسى اللي انا شفته ده اساسا. خلينا كده نفسر المسلسل واحده واحده كده بناء على اول حلقه. والله العظيم اتكلم بجد، شخصيه تيتو اساسا مش مفهومه، هل هو بلطجي ولا لعيب كوره ولا لعيب كوره عايز يبقى بلطجي؟ وبرضه اخوه، يعني اخوه مش اهدافه مش مفهومه، هل هو مثلا حرامي عشان هو مريض ولا عشان مدمن؟ ما لازم الحاجات دي يا حبيبي توضحها لي في اول حلقه عشان اتفرج. ولا هل اخوه طالع عبيط مثلا زي الواد اللي كان بيلعب وبيعمل قرارات مش منطقيه؟ والمشكله دي كلها بتبقى مش عند اللي بيمثله، عند الكاتب الفكره بقى، ايا كان بقى هو ولا حد كاتبها له. هو انت مش عارف يا اسطى تخدم الشخصيات، مش عارف تعرفني على الشخصيه دي بتعمل ايه وجات منين وايه اساسها وليه بتعمل كده. انت يا اسطى فاشل في الكتابه، انت ما دخلتش مدارس، سيبك بقى من دراسه اخراج انت ما دخلتش مدرسه، انت مش عارف تكتب.
بتكتب، انت بتسجل الكلام فويسات، انت بتخلي جوجل يكتب لك، اللي هو بتفتح تدوس على علامه المايك وتقول له هنا دخل المشهد الفلاني، واحد دخل على ايده اليمين وبص لفوق وقال يا رب انا نفسي انجح. بتكتب كده، دي الطريقه اللي حضرتك بتكتب بيها يا سيناريست. فانا لو هقيم المسلسل ده انا كشادي جن هديله 2 من 10. عشان انا ليه اديت له 2 من 10؟ هو واحد بس كفايه، كفايه واحد قوي على المسلسل ده بجد يعني. واحد ده مش تقييم، واحد ده يروح للسيناريست. وبس كده الفيديو خلص. لو عايز نكمل العبط ده ونكمل بقيه حلقات المسلسل ده على مدار الشهر، يا ريت تنزل تكتب لي تحت في الكومنتات، ويا ريت يعني يا ريت تخلي عندك دم وتنزل تعمل لايك. انا اتفرجنا وضحكنا وانبسطنا وانت كنت بتاكل برضه انا شايفك يعني، فانزل اعمل لايك. وبرضه ما تنساش تشترك في القناه عشان احنا انا لسه وانا بصور الفيديو ده لسه جايب ال 300,000، فيلا بقى هنتهي على نص مليون، يلا اشترك. وتروح برضه تعمل لي فولو على الانستجرام عشان لسه عامل انستجرام جديد وعايز اظبطه كده، فتروح تعمل لي فولو على الانستجرام. واهم حاجه تيجي على قناه الواتساب عشان دي بينزل عليها كل التفاصيل حرفيا. وبس كده كان معاكم شادي جن. لو بتحب الجيمنج ما تنساش تشترك في قناه الجيمنج. سلام.